ويا اهلا وسهلا وصباح الخير في اول فيديو من سلسله 1600 فيديو في المانيا. والناس بتعرفني اول مره على القناه، اسمي محمد، سوري الاصل، عمري 21 سنه، نزلت بسكيت انا السنه الماضيه من المانيا حتى القدس. قدام تحدي جديد اليوم طالع ان شاء الله بالبسكيت من ميونخ حتى فالشنزي حتى رجيكو الجمال البافاري. فقلت لازم ينزل الفيديو يوم الاحد ان شاء الله. خايف من الكلب. وانا ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الاثنين تلاقوني في سوريا. فقلت غصب عني لازم اطلع اصور الفيديو لان أنا لازم التزم وانضبط في سلسله 1600 فيديو. هيات البسكليت الساعه تقريبا الساعه 9 الا ربع او 9 الا 10. كنت ناوي اطلع الساعه 7 ولكن تاخرت، حبيت انام. تقريبا النافي مرجينا انه 75 كيلو، 5 فوق على اليسار، 4 ساعات. فسرعتي ان شاء الله حتكون 20 كيلومتر في الساعه. بدي انا على كل 20 كيلو تقريبا ساعه، يعني 75 كيلومتر راح تكون تقريبا في 4 ساعات. سننطلق. حياة النافي ما في مشكلة. آخر الطريق قبل ما نوصل إلا شوي على البحيرة في طلوع اللهم أجرنا منه. زمان ما طلعت على البسكليت ولكن إن شاء الله إحنا قدها ونبلش بالريف البافاري. هاي بعيد شوي عن ميونخ تقريبا شي 10 كيلو، ما في ناس هون، كله نايم الدنيا. أوبا هون طبيت أنا هون، كني بالمكان الغلط. الآن أنا مش جوعان ولكن راح أحرق سعرات كثيرة على الطريق، لازم نرجع السعرات اللي عم نحرقهن. وأنا مش حاب بس عشان يكون عندي طاقة لطريق الرجعة كمان برضه. ليتس جو ماجن. الطريق لحد الآن كله طريق غابات صاير. الأكسجين موجود هون غير الأكسجين اللي برا بحسه. هسه طلعنا على الطريق العام، يعني طريق عادي مش زفت. شفتوا كيف؟ توقعت إلا شوي العجل تبع البسكيت راح يفقع من كثر الحجارة اللي فيه، وأنا خايف من العجل تبعي يطق. معي سبير، والله قلت آخذ معي سبير بس ما أخذت. ساعتها عندي إحساس إنه راح يصير معي شي على الطريق. صباح الخير. صباح الخير. جينا فوتنا طريق غابة. هين الصوت انت اللي وراي. واو جاتو شلال صغير هان صاير هيك من جنب بيوت. انا بحب الشلالات، بموت على شيء اسمه شلال. احنا قلنا تقريبا 60 كيلو، اول 10 كيلو صور ورانا. جوز مبين على صوتي. طلع في منظر ما شاء الله. هذيك جبال الألب تبين عليكم. هاي أنا حاليا تقريبا 30 كيلو متر بعيد عن الدار. وصلت على هاي القرية، شوفوا ما في أي صوت، والله العظيم فيش أي صوت ولا محل الهدوء. شوفوا لسه النزول. واو واو واو. صار لي تقريبا ساعتين وربع على الطريق. توجه حاليا في بنسباك، بعيد الهدف تقريبا شي 20 كيلو 25 كيلو. فقلت اخذ استراحة عند الليد اول شي حتى افطر، يعني ما فطرت لهلا، وشوي شوي عم حس التعب، ما ظل في طاقة للأمانة. اول شي راح اخذ موزاي فنجان هيك برا تضرب فيها واحدة راسي ويوقع على الطب. شربت الفطور هياته، راح افطر هون شوي على الصراحة تقريبا 5 دقايق
ونكمل الطريق ان شاء الله. الحمد لله صار بيت طاقة ونكمل اتجاه الهدف. طبعا كان تقريبا 20-25 كيلو، اتوقع انا احتاج اقل من هيك. اوه ما شاء الله، شوف يلا شحب البيم، يلا شحب البيم. الله ايش هذا ما شاء الله، حماك الرب حماك الرب. اذا جيت انت على بنسباك لازم تجي هذا المعلم السياحي، هون في جامع كثير مشهور، وانا يعني حلمي ان شاء الله اذا يوما ما تجوزت انه اتجوز هون اسلامي، فهسه بدي اخذك عليه اورجيك اياه. يعني هو يعتبر من احدث الجوامع في اوروبا، فتعال اخذك عليه وهسه انا هيك وصلت على الجامع، على التحفة الأثرية هاي. شوفوا يا جمال، هاي الشبابيك اللي تزورك من جواه لما تعكس عليها الشمس جوا يطلع هيك اشي لون بجنن، يخليه مميز. يعتبر انه واحد من اول الجوامع الحديثة في اوروبا. فكروا بهاي بناء الجامع هذا عام 1995، ولكن فتحوه ب 2005. يعني اللي بنوه كمان من بوسنا، المسلمين البوسنة. وكمان لما تليل تلاقي المنبر يضوي، حتى كمان الشبابيك كلها بتضوي. فإسا نودع الجامع نطلع بالطريق هذا هيك اتجاه فالشنزي. للأمانة ما عرفان ليش، بس حاسس الدولاب عم يطري شوي شوي، ولكن لسه وقفت ما عم يطري ولا شيء. مش قاعد يتعبني بالدعسة. والله جمال البافاري شيء لا يوصف. تقريبا راح ونص ساعة انا شوبت. ايش قاعد تكنزل؟ تقريبا وين الجبال هاي؟ صارت البحيرة. ايش بيسوي هذول؟ كيف بيرسموا طلعوا رسامين. اوبا كلهم قاعدين هون قاعدين يرسموا، كأنه هوايتهم الرسم. شوفوا ما شاء الله المنظر كيف. اقعد هون 7 ساعات 8 ساعات يوم كامل ما اقول لا نرسم. ما شاء الله المنظر. طلع هاي جمال بافاريا. مش هيك انا اكثر مقاطعة فيك يا المانيا هي بافاريا، ما فيني اطلع من بافاريا ولا 1%. اذا فكرت يوما ما اطلع برا هون ميونخ بعرف شو وين بس ما اقدر افكر لانه ميونخ كثير حلوة. مو تشوفوا المانيا في 16 ولاية، حلو؟ من احلى ولاياتها برايي الشخصي هي بافاريا. بافاريا عاصمتها ميونخ، نحن ساكنين في ميونخ، حلو؟ وميونخ من احسن المدن اللي فيها كيسف، اللي فيها عملة، في عملة منيحة، يعني كراتب وكمعيشة احسن من المقاطعات الثانية في المانيا. وناسها تحس هيك ناسها شوي دارسة فهمانة. تروح مقاطعات ثانية تلاقي الناس هناك مفطسة. فبقالنا مثل ما بيحكي النافي بقالنا ساعة 15 كيلو. حلو 5 كيلو لحد البحيرة، ما قبل البحيرة، و10 كيلو طلوع، بعدين كله نزول. بعدين من 10 كيلو طلوع شو يصير فيني؟ شوفكم بس اوصل البحيرة ان شاء الله. انا لسه في كوخ الامزي قبل فالشنزي بمحطة واحدة، فش في بيناتنا الجبل تقريبا ضل 6 كيلو. وصلت اول هدف، هاي اول بحيرة من اصل 2. ما شاء الله. طيب هسه ارتحنا شوي، هسه بدي اشغل التايمر عشان اشوف قديش بدي حتى اطلع لفوق. بلش تايمر من هسه. ولا بلشت؟ هلا طلعنا هيك اول الجبل. ما طلعت الطريق من النمسا على سلوفينيا بالبسكليت، نفس الشي كنت شالح. كانت الطلعة تقريبا شي 10% او 100% زي هلا. شوف هذاك الطريق جيت منه بدون مبين عليكم. لسه في الطلعة هاي وواحدة كمان. ما بعد مبين عليكم قد صرت انا بعيد عن الارض، كم ارتفاعي عن الارض، ولكن من هون يبين. بدي استمر. وصلت على النزلة، هي النزلة بعد 38 دقيقة. ولا هسه اشوفكم من احلى منظر في العالم. عرفتوا هسه ليش جيت لهون؟ جيت على كاريبيك بافاريا. شوف ما شاء الله المنظر كيف. خلينا ننزل تحت على المي
لازم تسبح لازم. تخيل المنظر اللي قدامي، مية تركويزية كأني في الكاريبيك. الحمد لله وصلنا تقريبا بعد 4 ساعات و50 دقيقة، يعني 5 ساعات إلا شوي. الحمد لله احنا وصلنا هسه. هذا آخر شغلة نسويها وهيك ننهي الفيديو إن شاء الله. وهيك يكون انتهى الفيديو لليوم. اتمنى كان عجبك الفيديو والتور اللي سويتها. عن جد اقسم بالله منظر ولا احلى من هيك. يعني ال 100 كيلو طلعتهن ما راحوا على الفاضي. شوف المنظر ما شاء الله. احكي الاكبر هسه كيف بدي ارجع الدار. حرجع بالبسكليت، اتوقع نص الطريق حرجع بالبسكليت، نص الثاني في القطار، او راح انام هون. عشان هيك لا تنسى تروح تعمل اشتراك على التيك توك والانستغرام وحتى هون على اليوتيوب. انزل وفعل الجرس. بحبكم، ان شاء الله اشوفكم فيديوهات جديدة. مع السلامة.